السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم يوسف لازم، والنهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو هندردش ان ليه انا مع اني جنب شغلي نفسي اتعلم حاجه، نفسي يبقى عندي مهاره، نفسي اتعلم لغه، ولكن انا مش عارف. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، هندردش مع بعضينا. وفي الفيديو ده اواسيكم واواسي نفسي اولا ان احنا عايزين نعمل تقدم ولكن مش عارفين. هندردش كده بسرعه في كام دقيقه اللي جايين دولت، يلا بينا نبدا الفيديو. ماشي يا جماعة، أكيد مننا كتير شفنا على تيك توك، على الفيسبوك، على الريلز بتاعت انستجرام، على اتعلمت مش عارف ايه وباخد منه 400 دولار في الشهر. عملت مش عارف ايه وباخد منه 800 ألف جنيه في الساعة، مش عارف ايه. اتعلم الترجمة ومش عارف هتعمل ايه، الكورسات المجانية مش عارف بتنيل ايه. فاحنا بنتكلم بقى في نقطة ايه يا جماعة؟ الناس اللي ما عندهاش رفاهية انها تبقى قاعدة في بيتها كده، انا قاعد ومش بنزل الشغل، يلا كورساتي، يلا باخد شهادات، بعمل مش عارف ايه، بشتغل اونلاين. انا جاي بقى اتكلم عن الناس اللي زيي واللي انا زيهم، الطبقة من الشباب اللي احنا شغالين شغل من بدري، من بعد ثانوية عامة ومن قبل ثانوية عامة حتى كمان. شغال شغل 10 ساعات، بقوم من النوم عمال ما فطرت مش عارف ايه، ادي ساعتين تلاتة، نزلت 10 ساعات، جيت اكلت لي لقمة ونمت، ادي اليوم. في مننا بيحاول بعد 10 ساعات في الشغل اعمل وسوي وطلع ونزل وشيل وحط وبتاع، ان هو عايز يتعلم حاجة. تمام. لما بيجي يفتح مثلا كورس او فيديو من الفيديوهات مثلا اللي هو شافها، 400 دولار في الساعة من الترجمة، 500 دولار في الساعة من المش عارف التداول، اللي مش عارف ايه بيعمل ايه، يجرب فعلا ويحاول، يلاقي نفسه مش قادر، تعبان، بيفكس، يبدأ في حاجة ويسيبها ان هو مش قادر، مش عايز. يعني ده لو واحد عنده رفاهية القعاد في البيت هيهد الدنيا. طالما هو جنب شغله بحث عن حاجة شبه كده، يبقى اكيد هو لو قاعد فاضي هيعمل. يعني يا جماعة انا بحب اقرا، شايفين الكتب دي كلها اللي جنب مني؟ بحاول ان انا اقراها على قد ما اقدر. انا لو قاعد فاضي قسما بالله همسك اللي جنبي هفرمهم. انا بحب اقرا، بحب القراءة. ولكن انا ممكن بعد ما اجي من الشغل اجي افتح الاقي عيني نفسها وجعاني، مش قادر ابص. عايز اتعلم انجليش، افتح الفيديو اول دقيقتين وخلاص عايز انام، زهقت. فده شيء مش بايديك. فاوعى ابدا تحس ان انت فاشل او ان انت مش قادر، لان انت لازم تقدر نفسك قبل ما الناس تقدرك. لازم تبقى انت تلتمس العذر لنفسك. مش بقول لك اقعد وما تعملش حاجه، ولكن برضه خليك رحيم مع نفسك. تمام. مش اي فيديو تشوفه بص بيعمل ايه، ده بيكسب، ده بيعمل، اشمعنى انا ما بعملش، اشمعنى أنا مش عارف، عشان انت تعبان وشقيان. لا، ده باختصار شديد. في ناس ملزمه، انا واحد من الناس ما اقدرش اقعد من الشغل من زمان، من بعد ثانويه عامه ما اقدرش اقعد من الشغل. ليه؟ عشان بصرف على نفسي. مع الظروف والدنيا بقى الوضع اختلف، بقيت ان انا بصرف على البيت كمان، فاهمني؟ وده حالي وحال كتير جدا من الشباب. اللي هو انا لو مثلا قعدت في البيت وقلت اما اجرب اقعد في البيت، ازاي؟ انا ملزوم مني ابويا واختي، وملزوم مني ناس، فانا مش حر اختياري. عشان كده اي فيديو بشوفه من الحاجات دي مش بيشغلني. ولكن لما بعوز اتعلم حاجه فعلا بتعلمها. على سبيل المثال الانجليش وانا بقى بتفرق الاولويات. انا الانجليش بالنسبه لي كان شغل الشاغل، بحب اتكلم مع اجانب. وشغلي مؤخرا انا شغال في فندق في شرم الشيخ. هسيب لكم فيديو في علامه الاي اللي هنا اتكلمت فيه عن شغلي في شرم الشيخ. بقى شغلي معتمد على اللغه بشكل اساسي، هتطورني. فبقى تعبان مش قادر، بس اللغه بقى فيه هدف. مش بتعلم انجليزي عشان الانجليزي حلو، لا، عشان اطور نفسي في الشغل، عشان اتعامل اكتر مع الجست، عشان اتكلم، عشان نفسي اسافر. فبقى الانجليش بقى مهم. فانت الحاجه اللي لو بتتعلمها فعلا انت حابب تتعلمها، والله لو ايه هتتعلمها. انما الفيديوهات اللي بتشوفوها دي بيبقى شكلها حلو، بص 400 دولار، 500 دولار، ده عمل، ده سوى، ده بيعمل، طب انا نفسي. فانت لازم تلتمس العرض لنفسك. ولو عايز تتعلم حاجه فعلا، الاستمراريه القصيره، وكل حاجه دي فعلا انت عايزها. يعني مثلا انا كان نفسي طول عمري اتعلم البرمجه، واخويا مثلا في حاسبات وشغال مبرمج مثلا وبيكسب. لا، ده انا هتعلمها، ان انا حابب اتعلمها ودماغي فيها. الانجليش زي ما قلت لكم انا مثلا، والله لو عينيا دي انا مش شايف بيها، بفتح فيديوز وبسمع قبل ما انام، وبقرا برضو مقالات قصيره واحاول اترجمها، بيخليه حاجه من يوم. ده خلاف ان انا اصلا بتكلم مع الزباين كل يوم في الفندق، فاهمني؟
فانا جاي بس عشان انا حاسس ان الاحباط بقى زياده، لان الموضوع بقى الحياه بقت اصعب من المفروض تبقى عليه، اصعب بزياده علينا احنا اللي شغالين، فاهمني؟ بالذات الناس اللي هي ما عندهمش رفاهيه ان بابا بيصرف، او رفاهيه ان انا مثلا ينفع اقعد في البيت، مش موجوده. فخلاص طالما ربنا سبحانه وتعالى شايف ان انت لازم تنزل ولازم تعمل، اكيد هيوفقك. وطبعا يعني ربنا يرزقنا جميعا. أم، كنت عامل قبل كده فيديوهات عن الكورسز وعن الحاجات ديت، ولكن ببقى انا مخلصها، ان عارف انا بشتغل 5 شهور، انا شغلي سفر، بشتغل 5 شهور وبنزل 20 يوم، بلقط كل يوم حاجة بسيطة، بس بنزل 20 يوم فاضي. في ناس ما عندهاش كده، في ناس عندها يوم في الأسبوع، يومين في الأسبوع إذا خدوهم يعني. بالذات شغل المطاعم والكافيهات ده الأجازات فيه بتبقى غريبة، مفيش أجازات. يعني أنا في المطاعم كنت باخد أجازة كل فين وفين يوم ولا حاجة، مش عارف أنا هل ده عندنا بس في اسكندرية ولا عامة، بس شغل المطاعم والكافيهات بجد غريب في الأجازات دي بصراحة. انت بتاخد اجازه لازم تأدي قبل منها ب 30 سنه، تقول للمدير ان انت هاجز بعد اذنك. كل المواسم بتاعت الناس ما ينفعش تأجز بيها، العيد ما ينفعش، الوقفه ما ينفعش، مش عارف راس السنه ما ينفع. كل المناسبات اللي الناس بتقعد فيها في البيت في المطاعم وفي الكافيهات لازم تنزل فيها شغل، تبقى الاجازات حتى فيها صعبه. وبتاخد اليوم من كتر ما انت اصلا مخنوق، مش بيضيع، ما تعرفش تعمل فيه ايه. يوم بتنام حلو وتقوم تلاقي نفسك خلاص قربت تروح الشغل مع اول اجازه. فانت اليوم محكوم، والسيركل اللي هي بتاعت اليوم، دايرة اليوم وحشة جدا ومملة جدا، ما بين مواصلات، ما بين شغل، ما بين مش عارف ايه. فمش بتلاقي الجهد ولا الطاقة حتى لو انت حابب اللي انت عايزه ما بتبقاش عارف. فانا جاي بس ان انا ايه اواسيكم واواسي نفسي ان الواحد يلتمس العذر لنفسه. واكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني عارف مين بيجتهد وعارف مين مش بيجتهد، وعارف بظروفنا جميعا. فانا جاي بس ايه، يمكن لعل وعسى كلامي يشجع حد كان متضايق من حاجه شبه كده. انا عن نفسي بتضايق والله العظيم بشوف حاجه شبه كده. الناس اللي تقول لك انا عملت ارباح خياليه، ولا انا عملت مش عارف ايه، وانا الفيديوز بتاعتي مش عارف مالها. يعني على سبيل المثال اقول لكم انا مثلا، يعني انا ولا حاجه، بس برضو ايه بدي مثل. اليوتيوب، انا بحب اعمل فيديوز، بقالي سنه ونص بعمل فيديوهات، وصلت ل 2000 سبسكرايبر بس. والقناه لما حققت ربح برضو ايه يعني بسيط، فاهمني؟ ولكن ده شيء انا حابه. انا عايز اعمل فيديوز، كنت اروح اجي من الشغل وانا تعبان كده ومبهدل وبتاع، استحمى مش عارف ايه، اقعد قدام الكاميرا واكلمكم وايه، واستنى تفاعلكم اللي بيبقى مثلا 100 فيو، مش عارف 50 فيو، بس انا حابب الشيء دوت. فتعبان بقى مش تعبان عملته. يعني انا القناه بتاعتي دي رغم بساطتها وان هي صغيره جدا بالنسبه للواحد بيشوفه، ولكن كل ما بفتح القناه بفتخر بنفسي ان هو انا بفتكر كل ساعه تعب، كل ساعه شقه، كل ساعه تطبيق، ما بنامش، امتحانات واقعد اجري وبتاع، اللي هو اخلص الشغل واجري على الامتحان، وحصل عملتها كذا مره. ومع ذلك حاجه زي كده انا عملت بتاع 50 فيديو بمونتاجهم بافكارهم، والناس تفاعلت مع بعضهم بشكل كبير. بفتخر بنفسي. لازم تفتخر بنفسك على اقل انجاز، لان مفيش حد بيقدر حد. مفيش حد كده الله يوسف بيعمل فيديوهات وهو شغال الله ينور مفيش. ده فلان مش عارف بيذاكر انجليزي وبيتعلم لغه وهو شغال مش عارف كول سنتر، مفيش. انت لازم تدي نفسك القدر اللي انت تستحقه. قول انا كويس، انا تمام، انا عملت اللي عليا، انا بجتهد. قول انا ما اجتهدتش ولازم اجتهد. محدش هيقيمك الا نفسك، ولا مدير في شغل هيديك حقك في كلام، ولا حتى باباك او مامتك ممكن ما يعرفوش برضو ايه انت بتشتغل، بس مش عارفين انت بتعمل ايه في الشغل. هما مش قاعدين معاك مش عارفين انت شلت ايه، حطيت ايه، عملت ايه، سهرت ايه، تعبت ازاي، اتعورت في ايدك، خيطت ايدك قبل كده قطعت صبعي بالسكينه واتخيطت وبتاع وما قلتش لابويا كده. يعني مش عارفين ايه اللي حصل، بس هم عارفين انت شغال. فانت اكتر واحد عارف انت عملت ايه، وقدر التعب والارهاق وقله النوم اللي انت عملتها، انت بس اللي عارفها. وانت الوحيد اللي تقدر نفسك عليها. لازم تقدر نفسك عشان تبقى ماشي مبسوط، ما تحسس نفسك بالدونيه، لا انت كل واحد عارف بانجازاته. بس يا جماعه ده كان فيديو حبيت برضو ان انا ايه اشارك معاكم بعض الافكار اللي كانت مؤرقاني. حاسس بموجه كبيره جدا من اليأس في الناس، ولكن ادي الله ودي حكمته، هنعمل ايه بقى، الحمد لله. بس يا جماعه ده كان فيديو يعني كده، يا رب يكون دردشنا مع بعضنا، فكرنا مع بعض بكلمتين، ويكون كلامي نوعا ما بيشجع حد زهقان بتاع بيحفزه للقدام، والله اعلم. وربنا ان شاء الله يعني لو بيقول خير يجازينا عليه خير. بس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.